9 حقائق لا يعرفها أغلب الناس عن رياض محرز، النجم الجزائري الذي بدأ من الصفر ليصبح أحد أفضل اللاعبين في أوروبا، من شوارع سارسيليس إلى رفع الألقاب مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي. مسيرته كانت مليئة بالتحديات والإنجازات. في هذا الفيديو سنكشف لكم أسرارا مدهشة عن حياته الشخصية والمهنية قد تسمعها لأول مرة. اشترك في القناة واضغط على زر الإعجاب ولنبدأ هذه المغامرة سويا. أصوله وجذوره العائلية. ولد رياض محرز في 21 من فبراير 1991 بمدينة سارسيل الفرنسية، وهي إحدى الضواحي الواقعة شمال باريس، والتي تعرف بكونها منطقة يعيش فيها العديد من المهاجرين من أصول مختلفة. ينحدر والده ووالدته من الجزائر، تحديدا من مدينة بني صاف الواقعة في ولاية عين تيموشنت. هذا الإرث الجزائري كان له تأثير كبير على نشأته، حيث كان دائما يشعر بالارتباط بوطنه الأم رغم نشأته في فرنسا. لم تكن طفولة محرز سهلة، فقد كبر في بيئة متواضعة، حيث لم يكن لديه الكثير من الإمكانيات مقارنة ببعض زملائه في كرة القدم، لكن هذا لم يكن عائقا له، بل أصبح دافعا ليبذل جهدا أكبر لتحقيق أحلامه. الحياة العائلية. الأب الذي آمن به. كان والد رياض محرز أحمد محرز لاعب كرة قدم سابقا، وكان له دور كبير في غرس حب الكرة في قلب ابنه. رغم أن والده لم يصل إلى الاحتراف، إلا أنه كان يرافق رياض في كل خطواته الأولى في عالم كرة القدم، ويحرص على تشجيعه وحضوره لمبارياته. للأسف لم يعش والده ليشهد نجاحاته الكبيرة، حيث توفي عندما كان رياض في 15 من عمره. شكلت هذه الخسارة لحظة فارقة في حياة محرز، حيث قرر أن يكرس حياته لكرة القدم تكريما لذكرى والده الذي كان مؤمنا به دائما. بداياته في عالم كرة القدم. لاعب غير مفضل. بدأ محرز مسيرته في عالم كرة القدم في نادي AHA سارسيليس، وهو ناد صغير في مدينته سارسيليس. لم يكن يعتبر لاعبا موهوبا في البداية، بل كان ينظر إليه على أنه نحيف وضعيف البنية مقارنة بزملائه. لكن ما ميزه عن الآخرين كان أسلوبه الفريد في اللعب. كان يمتلك مهارات فنية عالية ولمسة سحرية بالكرة وقدرة استثنائية على المراوغة، مما جعله يلفت انتباه المدربين تدريجيا. ورغم أن العديد من الأندية الفرنسية لم ترغب في ضمه بسبب بنيته الجسدية، إلا أنه رفض الاستسلام وواصل العمل على تطوير نفسه. تحديات الانتقال إلى الاحتراف. لم يكن انتقال محرز إلى عالم الاحتراف سهلا، حيث لم يعطه أحد الفرصة بسهولة. بدأ اللعب مع نادي كيمبر في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، وهو مستوى بعيد جدا عن الأضواء، لكن رغم ذلك استمر في إثبات نفسه وانتقل إلى نادي لوهافر في الدرجة الثانية الفرنسية عام 2010، حيث بدأ يتألق شيئا فشيئا. خلال هذه الفترة أصبح واضحا أن محرز يتمتع برؤية مميزة داخل الملعب، وتمريرات دقيقة، وسرعة كبيرة في المراوغة، مما جذب أنظار الكشافين الأوروبيين. الانتقال المفاجئ إلى ليستر سيتي. في عام 2014، وبينما كان يلعب مع لوهافر، تلقى محرز عرضا من نادي إنجليزي لم يكن معروفا كثيرا في ذلك الوقت، وهو ليستر سيتي. في البداية لم يكن رياض متحمسا للانتقال إلى إنجلترا، حيث كان يطمح للعب في الدوري الإسباني أو الإيطالي، لكنه قرر المجازفة وخوض التجربة. انتقل إلى ليستر سيتي مقابل 400 ألف جنيه استرليني فقط، وهي صفقة لم تلفت الأنظار وقتها. في البداية كان ينظر إليه على أنه لاعب احتياطي يحتاج للوقت للتأقلم مع الكرة الإنجليزية التي تعتمد على القوة البدنية والسرعة. الموسم التاريخي 2015-2016. المعجزة الكروية. في غضون موسمين فقط تحول محرز من لاعب غير معروف إلى أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز،
وفي موسم 2015-2016 كتب اسمه بحروف من ذهب عندما ساهم في تحقيق ليستر سيتي معجزة كروية غير مسبوقة، حيث فاز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه. خلال هذا الموسم قدم محرز أداء أسطوريا، حيث سجل 17 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة ليكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق. أكثر من ذلك، لعب دورا حاسما في العديد من المباريات الكبرى، مثل مباراة مانشستر سيتي عندما سجل هدفا رائعا جعل الجميع يعترف بموهبته الفريدة. جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. بفضل أدائه الخرافي حصل محرز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016 ليصبح أول لاعب عربي وأفريقي يفوز بهذه الجائزة المرموقة. كانت هذه لحظة تاريخية، حيث تفوق على نجوم كبار مثل هاري كين وجيمي فاردي ومسعود أوزيل. لم يكن الإنجاز مجرد تتويج فردي، بل كان تأكيدا على أن العمل الجاد والتصميم يمكن أن يصنع المستحيل. انتقل محرز من لاعب في دوري الدرجة الرابعة في فرنسا إلى نجم عالمي خلال سنوات قليلة، وهو ما جعله مصدر إلهام للعديد من الشباب الطامحين للنجاح في كرة القدم. عشقه للسيارات الفاخرة. بعيدا عن الملعب، يعرف رياض محرز بشغفه الكبير بالسيارات الفاخرة، والتي تعد رمزا لنجاحه وحياته الراقية بعد سنوات من العمل الجاد والتفاني في مجال كرة القدم. يمتلك محرز مجموعة من السيارات الفاخرة التي تشمل لامبورغيني وفيراري، وهذه المركبات ليست مجرد وسيلة للتنقل، بل هي تعبير عن ذوقه الرفيع وشغفه بالتصميم والقوة. يعرف عنه أنه يقضي وقتا في متابعة أحدث صيحات السيارات، ويحرص على اقتناء موديلات نادرة وفريدة من نوعها. الحياة الشخصية والتوازن بين العمل والأسرة. بعيدا عن الأضواء والملاعب، يتمتع محرز بحياة شخصية مستقرة مليئة بالحب والدعم الأسري. ففي عام 2022 تزوج من المذيعة الرياضية البريطانية تايلر ويرد، وقد أسفر هذا الاتحاد عن بناء أسرة سعيدة، حيث أنجبا معا ابنة تدعى سايا. يعرف محرز بتفانيه في قضاء أوقات فراغه مع عائلته، حيث يحرص على الحفاظ على خصوصيته بعيدا عن أضواء الإعلام، مما يعكس التوازن الذي يحرص عليه بين مسيرته الرياضية الحافلة والمسؤوليات الأسرية. وهكذا استعرضنا معكم 9 حقائق مثيرة عن رياض محرز، النجم الذي ألهم الملايين بمسيرته الفريدة. من لحظاته الحاسمة في الملاعب إلى تفاصيل من حياته الشخصية، كان دائما لاعبا لا يستهان به. شاركنا آراءك في التعليقات. هل أنت من عشاق رياض محرز؟ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب، مشاركته مع الآخرين، اشترك في القناة ليصلكم كل جديد. نراكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.